يو السلام عليكم معشر الفنانين والفنانات. اليوم في الحلقه الرابعه من رحله الفن عندنا تمارين مهمه كتجمع بين الاشكال والمنظور. اول حاجه بغيت نذكر ان خط الافق هو المستوى اللي كتكون فيه العين ديالنا او الكاميرا، وحسب موقع هذا الخط كيتغير شكل المنظور ديالنا للاشياء. الا كان مثلا في الوسط كنشوف الاشكال مباشره قدامك، والا كان لتحت كنشوف الاشكال من التحت، والعكس الا كان الخط من الفوق كنشوف الاشكال من الفوق. التمرين الاول منظور بنقطه تلاشي وحده، غنرسموا خط الافق ونحدوا نقطه التلاشي، غنرسموا مربعات كبيره وصغيره قريبه وبعيده وكلهم خاصهم يمشيو نفس نقطه التلاشي. التمرين الثاني منظور بجوج نقاط، نفس الفكره ولكن هذه المره غادي نخدموا بجوج نقاط التلاشي وغادي يعطينا عمق اكثر في رسم الاشكال. التمرين الثالث غنرسموا خط كبير على شكل حرف اس، نبداو برسم اشكال عشوائيه كبيره في الاول وانت غادي مع الخط تحاول تصغرها بشويه بشويه. التمرين الاخر هو دمج الاشكال، غترسم اشكال هندسيه عشوائيه وغندمجوا بين الاشكال كاملين بهذه الطريقه. مع العشرة غيكون ستريم في ديسكورد اللي غنطبق فيه التمارين معكم وغنجاوب على الاسئله ديالكم. تهلاو.